طيب أنا معايا فقرة مهمة جدا الآن عن معرض الكتاب، وخاصة بعد انتهاء معرض الكتاب العربي في إسطنبول. هذا المعرض الذي أقيم في الأسبوع الماضي لمدة تقريبا 9 أيام، كان طبعا كالعادة كل عام بيحظى باهتمام شديد جدا من كل العرب المتواجدين في تركيا، وأيضا من غير العرب، وحتى من بعض الدول المجاورة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الآن الذي انضم إلينا، الأستاذ سامر السعدي نائب المنسق العام للمعرض، نسأله عن ما تم من نتائج في هذا المعرض، وإيه الجديد اللي تم هذا العام، وكيف كانت كيف كان الإقبال على المعرض في هذا العام. أستاذ سامر، السلام عليكم ورحمة الله، وصباحك مسك. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير وأهلا بكم السادة المتابعين. الله يكرمك أستاذ سامر. أستاذ سامر، بداية حضرتك كيف تقيم نجاح معرض اسطنبول الدولي للكتاب هذا العام في النسخة الجديدة؟ نعم، نحن كما تعلم بعد التطورات الأخيرة في بلدان الجوار وانتقال بعض العائلات العربية خاصة من سوريا، تخوفنا، يعني كان هناك تخوف بالنسبة للمعرض، لكن هذا المعرض الذي ابتدأ ب 300 متر على هامش معرض الكتاب العربي منذ 10 سنوات، وهذه السنة في الدورة العاشرة وصل إلى 10,000 متر مربع. بفضل الله تعالى هذا المشروع مستمر إن شاء الله، وكان هذه يعني السنة وخاصة في اليومين الأخيرين الإقبال مفاجئ لنا في هذا المعرض. العام كان غيرتوا المكان كان الأول بيبقى فيه نعم. مطار اسطنبول، لكن الآن هذا العام كان في يينيكابي. هل تغيير المكان فرق في الإقبال على المعرض العام ده؟ يعني المكانين هما كما تعرف مركزيين، لكن نعم. هذه السنة مكان يينيكابي ربما هو أقرب لبعض المناطق الآسيوية يعني يعتبر وسط، ويعني تواجد عدة خطوط باصات بالإضافة إلى تخديم الزوار بباص من محطة المترو إلى المعرض. يعني كانت الأمور بفضل الله جيدة، والزوار كما قلت يعني كان أعدادهم البارحة نعم. في آخر يوم من المعرض زار المعرض أكثر من 26,000 زائر، ووصلنا يعني إلى أكثر من 116,000 زائر هذا العام. نعم. طيب الأبرز الفعاليات أو اللحظات اللي رصدتوها في يعني نالت إعجاب الجمهور والزائرين هذا العام؟ المعرض هذه السنة كما تعلم في الدورة العاشرة اعتبرناها ولادة جديدة، وتم يعني إدخال أمور جديدة كثيرة. تم تحديث عديد من الأمور، ابتداء من الهوية البصرية، مكان متغير وأكبر من السنة السابقة، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي كانت هذا العام. أبرز ما كان هذا العام يعني كما تعلم القضية الفلسطينية وغزة هي جزء هام من فعاليات المعرض. تم تسليط الضوء عليه، وكان في الافتتاح وأيضا خلال أيام المعرض بمحاضرة ولقاء الأستاذ نائل البرغوثي عميد الأسرى المحررين معنا، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي أقامها المشاركون. عندنا كما تعلم رواق الطلبة والشباب الذي يشارك فيه طلاب الجامعات العرب في تركيا. نعم. يعني العرب في الجامعات التركية أقاموا عدة فعاليات لهذا الأمر، أيضا فرق طلابية ومنظمات أهلية فلسطينية قامت في يعني بعض المشاريع التي تسلط الضوء على هذه القضية. كان لنا وقفة بعد اغتيال الصحفيين، وقفة في اسطنبول أيضا تنديدا بهذا الاغتيال المعرض. نعم. طيب هل في أجنحة معينة أو في كتب معينة كنتوا رصدتوا أنه هو كان عليه إقبال شديد هذا العام، يعني بمقارنة بالآخرين؟ نعم. هذا المعرض في كل سنة الناشرون وخاصة الذين هم مقيمين ويأتون بوكالات والذين يصدرون إصدارات جديدة
خاصة في مجال الأدب والروايات. كان هناك عدد يعني من الزوار يبحثون عن الجديد في هذا المعرض. كما تعلم المعرض لا يزوره العرب فقط، وإنما صحيح. أيضا الأتراك الذين يعني يهتمون باللغة العربية. فكتب التعليم اللغة العربية سواء للأتراك أو سواء للمقيمين هنا لأطفالهم، خاصة كتب الأطفال تعليم اللغة العربية، أو سواء للجالية العربية المتواجدة في أوروبا الذين يزورون اسطنبول في مثل هذه الأيام، وخاصة أن المعرض فرصة لهم للتعرف على الكتب الجديدة وتوفير الكتب العربية لديهم. بشكل عام هذا المعرض يعني كما قلت كان أكثر من التوقعات في مجال زواره وما يعني عدد زواره، وأيضا المشاركات التي كانت هذه السنة لأول مرة مثلا تشارك معنا دولة الجزائر في المعرض. في هناك كما قلت عدد من العناوين الجديدة التي دخلت هذا العام، والزوار يعني تعرفوا على هذه الأمور، وكان هناك كما قلت إقبال فوق المتوقع بفضل الله تعالى. كانت أكبر التحديات إيه عندكم السنة دي يا أستاذ أحمد، وكنتم متخوفين منها، لكن يعني وهل فعلا بالفعل كان التخوف في مكانه ولا الحمد لله ربنا سلم؟ لا هو كنا نتخوف يعني كما تعلم انه هل الجاليه العربيه نقصت في تركيا في اسطنبول. كان هناك هذا التخوف موجود لا ننكر ذلك، لكن بفضل الله كما قلت كان عدد الزوار فوق المتوقع، والمعرض ان شاء الله يعني هذا يعطينا دفعه سيستمر باذن الله تعالى الى سنوات عديده. حضراتكم في أي خطط أو يعني بتفكروا في شيء جديد إن شاء الله للعام القادم من الآن، ولا لسه وقت التفكير للعام القادم؟ طبعا نحن في كل عام بعد انتهاء المعرض تكون هناك كل اللجان التي عملت في المعرض يكون لها عقد اجتماع موسع ودراسة الإيجابيات والسلبيات والخطط والتصورات التي سندخلها في السنة القادمة من المعرض. بالتوفيق طبعا، ويعني كل الشكر على مجهودكم في هذا المعرض هذا العام، ودائما يا رب تكلل كل مجهوداتكم دي بالتوفيق والنجاح. كل الشكر ليكم يا أستاذ سامر. أستاذ سامر السعدي نائب المنسق العام للمعرض، كنت ضيفا كريما علينا. كل الشكر لحضرتك وكل فرق العمل على هذا العمل الرائع اللي بتسعدونا به سنويا، ونسأل الله لكم دائم التوفيق والنجاح فيما هو قادم.